هنتكلم النهاردة على فيلم الحريفة. الفيلم بيحكي عن ماجد لاعب كرة محترف وفي مدرسة خاصة. بتحصل ظروف لعيلته بيخليه يتنقل لمدرسة الأبطال الحكومية، ومش بيلاقي قبول ولا تعايش مع زمايله اللي هناك، ولكن احترافه للكرة بيجذب زملائه ناحيته ويشاركهم في لعب كرة المراهنات اللي في الشارع، وده بيقودهم إنهم يشتركوا في مسابقة للفوز ب1,000,000 جنيه. هل هينجحوا؟ الفيلم من نوعية الأفلام الكروية الشبابية الكوميدية. الفيلم أحلى حاجة فيه إنه عنده حدوتة وسيناريو متماسك بتخليك متابع الفيلم من أوله لآخره. لكن أفضل وأجمد حاجة فيه هي الفرقة كلها، كلهم بلا استثناء ما بينهم روح وكيمياء حلو قوي، هي اللي بتقود الرحلة كلها من أولها لآخرها. رحلة الصحاب والجدعنة والمشاكل والأزمات اللي بيواجهوها، والفيلم بيتعامل معاها بجد وبشكل كويس وغير ساذج خالص. وكل شخصية بتاخد حقها فإننا نتعرف عليها، ومع كل مشكلة لما بنخرج منها أو بنحلها بننبسط. الفيلم فعلا فيلم مش مجرد أي هتش والسلام، ومدة الفيلم ساعة و55 دقيقة، ومع ذلك مفيش ملل ولا تطويل، وده بسبب فريق الشباب اللي فعلا ممكن من بره نضايق إنهم مجمعين، بس بجد الفريق ده جامد وكل اللي فيه جامدين. نور النبوي عامل دور جيد وقدر يشيل الفيلم. أحمد خميس كزبرة كان شايل كوميديا الفيلم ولايقة على القصة اللي إحنا فيها، وعامل كيمياء حلوة مع عبد الرحمن حقيقي أكتر. اتنين يضحكوك في الفيلم. أحمد الزغبي بالنسبة لي أفضل شخصية وأداء في الفيلم ككل، وباقي الشباب كانوا كويسين جدا. الكيمياء دي كمان ساعد على حاجة حلوة مع الإخراج، وهو شكل ماتشات الكرة في الفيلم. واستعدوا للجملة دي، ده كان أفضل فيلم مصري كروي يعمل ماتشات متنفذة حلوة ومتصورة بشكل أحلى، وأعنيها تماما. فيه مجهود بدني من الفريق كله، وفيه اجتهاد يطلعوا الماتشات بشكل جيد لدرجة إن القاعة كانت بتسقف وكنا بنشجع لما بيكسبوا. كمان إخراجيا متصورة حلو، وعرف يتعامل مع كل ماتش زي ماتشات الشارع أو النادي أو المسابقات. والسيناريو كمان احترم فكرة التدريبات اللي بيخوضوها عشان فعلا نحس بلحظة حلوة في آخر الفيلم. ومنتج الفيلم كمان كان جيد جدا. فالمشاهد الفيلم فعلا متوقعتش إنه يعجبني جدا، ورشح لكم تشوفوه دلوقتي في السينما. والفيلم مناسب للشباب والعائلات كمان، لأن مفيش أي إيحاءات ولا ألفاظ، وده شيء احترمه جدا. الفيلم أكيد عنده بعض المشاكل، فبعض الكوميديا اللي مش موفقة، أو بعض الأزمات المالية في الأحداث، ولكن مش عايز أغوص في المشاكل دي لأن الفيلم كافئني بحاجات تانية. آخر حاجة ومن غير مبالغة، أتمنى أن فيلم الحريفة يتعمل منه سلسلة أو أجزاء تانية، وهيبقى له جمهور كبير، لأنه حقيقي فيلم جيد جدا. التقييم النهائي 8 من 10. دوس لايك واشترك في القناة وشغل زر الجرس.